السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو انبوكسنج جديد ومعانا سامسونج A15 ويلا بينا نبدأ الفيديو. اول حاجة بنشيل الاستيكر اللي على العلبة، وبالمناسبة النسخة اللي معانا A15 5G 128 جيجا، وزي ما انت شايف كده العلبة بالتغليف المعتاد، وعشان نفتحها لازم نقطع الشريط ده عشان نعرف نطلع العلبة اللي جوه اللي هنسحبها بالطريقة التقليدية دي، ونركن الجزء ده خلاص على جنب. اول حاجه هتقابلنا العلبه اللي هنلاقي فيها سلك الشحن والورق الخاص بالتعليمات اللي محدش فينا بيقراه. سلك الشحن باللفه المعتاده وبيجي من نوع تايب سي من الناحيتين بخامات سامسونج المعتاده والقويه، ومش هنلاقي طبعا في العلبه راس الشاحن للاسف. بعد كده معانا الموبايل وتحته دبوس الشريحه اللي هتلاقيه في العلبه في قطعه الورق دي، اللي لو فتحناها مش هنلاقي تحتها اي حاجه عشان تبقى دي محتويات العلبه. نرجع بقى للموبايل، وزي ما انت شايف كده بالتغليف الورقي ده عشان الحفاظ على البيئة، وبيتشال بكل بساطة، ودي اللحظة اللي كلنا بيحبها. ومع أول نظرة على الموبايل هتلاقي شكله المميز بانعكاس الألوان الجميل بالخامات البلاستيك للأسف، ولكن برضه جودتها عالية بالإضافة للبروز الواضح للكاميرات. الشاشة مفيش عليها سكرينة متركبة جاهزة زي ما بنشوف في كل الموبايلات المنافسة، ولازم طبعا تركب عليه سكرينة أول ما تشتريه. الإطار هو نفس اللي موجود في كل فئة الA في الجيل ده، بالحواف الفلات المسطحة تماما ما عدا الجزء اللي حوالين زراير التحكم بالصوت وزرار الباور، ودي حركة جديدة عشان تميز الموبايلات دي. وبالمناسبة زرار الباور مدمج فيه البصمة، وتحته الإطار بيكمل فلات عادي عشان الحتة دي هي اللي تميز الفئة دي زي ما قلت لك. من الإطار من الشمال كله مسطح عادي، وهتلاقي فيه منفذ الشريحة والميموري الخارجي، ومن فوق مفيش غير الميكروفون الأول، والتاني هتلاقيه تحت وجنبه منفذ ال3.5 ملم عشان سماعات الهاند فري، وفي النص منفذ الشحن التايب سي، وجنبه السماعات الخارجية اللي بقت بشكل الخط الجديد ده خلاص في كل الفئة دي. وللأسف الصوت أحادي مش ستيريو. لو ركزت في الإطار هتلاقي اللزقة البلاستيك دي زي السكرينة اللي تكون متركبة عليه في الجوانب. دي كانت كل محتويات علبة سامسونج A15 اللي بيجي بأسعار هحطها لك على الشاشة بتاريخ اليوم، وإن شاء الله قريب هننزل المراجعة الكاملة ليه لأنه بيقدم قيمة ممتازة مقابل السعر. شكرا على المشاهدة، وشكرا 43,000 مشترك. مع السلامة.